لو اختفى من حياتك مرة واحدة أو بيظهر ويختفي كل شوية، إزاي تتصرف معاه؟ أولا أنت دلوقتي بتتعرض للعبة نفسية اسمها هوفرينج، يعني لعبة المكنسة الكهربائية. كل شوية بيسحبك ويعلقك بيه وبعد كده يسيبك، ولما تبدأ ان انت تنسى يسحبك تاني ويعلقك بيه. اللعبة دي مؤذية نفسيا جدا، لانه الشخص ده بيختفي عنك في عز ما انت متعلق بيه، وبعدها بيستنى لما تكون بدأت تتعافى وبيرجع يشفطك مرة تانية للعلاقة السامة. طب ليه بيعمل كده وازاي بيعرف ان انا بدأت انساه؟ لان الشخص المتلاعب عنده رادار نفسي، بمجرد ما يحس ان سيطرته عليك انتهت وان انت بدأت تفك التعلق بيبدأ يرمي لك طعم. اشكال الطعم اللي ممكن يرميها بتبقى في كذا حاجة، ممكن ريبلاي على الستوري او لايك على صورة قديمة او حتى يتصل بيك بشكل مفاجئ. طبعا انت بتحس وقتها ان انت مصدوم وفي نفس الوقت مبسوط، وبيبقى في وقتها لخبطة مشاعر كتير. وطبعا لما بتصدق وبتفتح الباب تاني للشخص ده، لانك بتفتكر ان هو ندمان وعايز يرجع لك، بس ده مش هدفه خالص. هو هدفه انه يتأكد انك لسه متاح وانك لسه متعلق بيه، فبيرجعك لنقطة الصفر تاني. فهتعمل ايه؟ هتستخدم قاعدة الباب المقفول. لو قرر يمشي، لو انت قلت في دماغك انه هو اللي قرر يمشي، هتقول لنفسك يبقى انا مش مسؤول عن تصرفاته، ان هو لما يرجع اتحمل انا النتيجة وارجعه تاني، لان هو اللي قرر يمشي. فالباب اللي يتقفل يتقفل خلاص، ما يتوربش. تعاملك معاه يكون ازاي لما يرجع؟ انك ترجعه شخص غريب تاني لدرجة انك تبقى مستفز، يعني تعامله بلطف شديد جدا، وده هيحسسه ان انت مش متضايق، وفي نفس الوقت هو مش واخد المكانة اللي هو كان واخدها زمان، فمش عارف هو انت مالك. يعني انا دلوقتي كسرت فازة، وبعد ما انا كسرتها بالقصد جايلك عشان انت اللي تصلحها، وبحسسك ان انت اللي مسؤول عن تصليحها، مع ان انا اللي كسرتها وكنت اقدر ان انا ما اكسرهاش. يعني هو قادر ان هو ما يختفيش، وقادر ان هو يبقى متحمل كل تصرفاته بمسؤولية كبيرة، بس هو قرر يختفي. ليه طالب منك ان انت اللي تصلح اللي هو عمله مع انه كان قادر ما يختفيش؟ فانت لازم تفوق لنفسك. ولو عايز تحرق دمه، تقدر ان انت وانت بتتعامل معاه بلطف شديد تقوله انا هحاول اعوض لك الوقت اللي انا كنت مشغول فيه وبختفي عنك،